في خبر هيفرح آلاف الأسر. الجوازات السعودية أعلنت رسمياً عن قرار تاريخي هيغير حياة ناس كتير، وهو تحويل تأشيرة الزيارة لإقامة نظامية للأطفال بشرط واحد بس، إن الأب والأم يكونوا مقيمين إقامة نظامية في المملكة. القرار ده جه بعد سنين من القلق والتجديد كل شوية، والرسوم اللي كانت عاملة كابوس حقيقي لأسر كتير، خصوصا اللي عندهم أطفال أقل من 18 سنة. المبادرة الجديدة بتستهدف بالأساس استقرار الأسرة، وبتفتح باب أمان نفسي واجتماعي للأطفال، وبتنهي معاناة الخوف من انتهاء الزيارة أو الاضطرار للسفر فجأة. المتحدث الرسمي باسم الجوازات وصف الخطوة دي إنها تحول استراتيجي كبير، وبتعكس تفكير جديد بيركز على الإنسان قبل أي حاجة. القرار ده كمان مكمل لسلسلة تطوير أنظمة الإقامة ضمن رؤية السعودية 2030 بعد مبادرات زي الإقامة المميزة والبطاقة الخضراء، وده معناه إن اللي جاي ممكن يكون أحسن بكتير. خطوة جريئة وتاريخية فعلاً.